الغيرة المستمرة ونقص الدعم وإحساسك وكأنك لازم تمشي على قشر بيض مع شريك حياتك ممكن تكون دي كلها علامات على وجود علاقة غير صحية. في العلاقة الصحية كل حاجة بتنجح نوعا ما، انت أكيد هتختلف من وقت للتاني أو ممكن تواجه بعض المطبات في الطريق، ومع ذلك بتاخدوا القرارات سوا وبتتناقشوا في أي مشاكل بتحصل. العلاقات السامة قصة تانية. في العلاقة الغير صحية بتحس بعدم السعادة بعد قضاء الوقت مع الشريك، وده معناه إن في بعض الأمور محتاجة تتغير. ما هي علامات العلاقة السامة؟ لما بتكون في علاقة سامة بيبقى من السهل ملاحظة العلامات الحمراء، ومن أمثلة العلامات نقص الدعم. العلاقة الصحية بتعتمد على رغبة كل شخص في رؤية الشخص الآخر ناجح في جميع مجالات الحياة، لكن لو العلاقة سامة بيبقى كل إنجاز بمثابة منافسة. باختصار الوقت اللي بتقضوه سوا ما بقاش إيجابي، مش بتحس بالدعم ولا بالتشجيع، واحتياجاتك واهتماماتك ما بقتش مهمة، هما بس مهتمين باللي هما عايزينه. العلامة التانية الاتصالات السامة. بدل من اللطف والاحترام المتبادل بتكون معظم المحادثات مليانة بالسخرية أو النقد. العلامة التالتة السيطرة على السلوكيات. الشريك بيفضل يسألك انت فين طول الوقت، وممكن يحس بالغضب لو ما ردتش على الرسائل النصية أو يفضل يبعتلك رسائل نصية بشكل متكرر. السلوكيات دي مصدرها الغيرة أو انعدام الثقة، وممكن كمان تشير للحاجة إلى السيطرة، وكل ده بيساهم في سمية العلاقة. العلامة اللي بعد كده عدم الأمانة. بتلاقي نفسك بتكذب بخصوص مكان وجودك أو الأشخاص اللي بتقابلهم، سواء كنت عايز تتجنب قضاء الوقت مع شريكك أو قلقان من رد فعله لو عرفته الحقيقة. العلامة اللي بعدها العلاقات المفقودة. في العلاقة السامة بتبتعد عن أصدقائك وعيلتك، إما علشان تتجنب الصراع مع شريكك أو علشان ما تبقاش مضطر تشرح له اللي بيحصل في علاقاتك، وبدل من كده بتلاقي إن التعامل مع شريكك أو قلقك بالعلاقة معاه بيشغل كتير من وقت فراغك. العلامة اللي بعدها قلة الرعاية الذاتية. في العلاقة السامة بتتخلى عن عادات الرعاية الذاتية المعتادة، وتنسحب من هوايات كنت بتحبها من قبل كده، وتهمل صحتك وتضحي بوقت فراغك. وده ممكن يحصل بسبب ان مبقاش عندك الطاقة اللازمة انك تعمل الحاجات دي، او لان شريكك مش موافق على قيامك بالحاجات الخاصة بيك. السؤال المهم هنا، هل ممكن العلاقة السامة تتصلح؟ بيفترض كتير من الناس ان العلاقات السامة محكوم عليها بالفشل. في الحقيقة مش دايما بتفشل. النقطة الحاسمة ان لازم يكون الطرفين عندهم الرغبة في التغيير. لو طرف واحد هو اللي استثمر في تحسين العلاقة فللأسف احتمالية التغيير بتكون قليلة جدا، ودي بعض الإرشادات اللي بتساعد في إصلاح العلاقة السامة. رقم 1 قبول المسؤولية. تعرف وتفهم انت وشريكك ان في مشكلة وتبقوا انتم الاتنين عايزين تصلحوها. تعرفوا ايه هي السلوكيات اللي سببت ضرر للعلاقة، كل واحد يقبل انه كان له دور في تسمم العلاقة. 2 التحول من إلقاء اللوم إلى الفهم. بدل ما تقول ده غلطك انت، تقول اننا ما فهمناش بعض بشكل كويس، او خلينا نحاول مرة تانية. 3 الانفتاح على المساعدة الخارجية. في بعض الأحيان بنحتاج لمساعدة خارجية لإعادة الأمور في مسارها الصحيح من خلال الاستشارة مع متخصص، وده مش عيب أبدا. فالاستشاري المتخصص بيكون متدرب انه يقدم لك الحل والدعم من منظور محايد، ويعلمك طرق جديدة لمعالجة وحل النزاعات. ناس كتير مش بتعرف تفرق بين السمية وسوء المعاملة. السمية ليها أشكال كتير، منها الإساءة العاطفية أو اللفظية. العلاقة السامة غير صحية لكنها مش بالضرورة تكون مسيئة. في بعض الأحيان السلوك الضار مش بيبقى مقصود، وده مش معناه إنه أقل أذى من السلوك المقصود. من ناحية تانية أساس سوء المعاملة هو الرغبة في السيطرة على الشخص والتحكم في سلوكه، لأن الإساءة غالبا بتحصل بشكل تدريجي وبطرق خفية، فممكن ما تقدرش تتعرف عليها بسهولة، خاصة لو كانت العلاقة سامة في وقت من الأوقات. مفيش عذر أبدا للسلوك المسيء، على الرغم ان التغيير ممكن لأي شخص، إلا انك ما تقدرش تغير شريكك، لازم هو اللي يختار الطريق ده بنفسه.
علشان كده لو لاحظت أي علامة من العلامات اللي هقولها دلوقتي لازم تحط خطة لترك العلاقة بأمان. 1. انخفاض القيمة الذاتية. لو شريكك بيلومك على كل حاجة بتحصل بشكل خاطئ ويحسسك إنك ما تقدرش تعمل أي حاجة بشكل صحيح، وممكن كمان يحرجك قدام الناس. 2. التوتر المزمن أو القلق. من المعتاد إنك تمر بفترات من الإحباط مع شريكك أو في الشكوك حول المستقبل، لكن ما ينفعش تقضي وقت طويل في القلق ده، ساعتها بيكون في مشكلة فعلا في العلاقة. الشريك المسيء ممكن يقولك حاجات تخليك تشك في أمان العلاقة أو حتى في قيمتك الذاتية، زي أنت محظوظ لأني معاك. 3. التدخل في العمل والدراسة. شريكك المسيء ممكن يمنعك من البحث عن عمل أو الدراسة علشان يعزلك ويسيطر عليك، وممكن كمان يذلك في مكان عملك أو مكان دراستك عن طريق إنه يتسبب في مشاكل بينك وبين زملائك أو مع رئيسك في العمل. 4. الإهانة. يقلل من اهتماماتك وإنجازاتك، وممكن تكون إهانة لفظية زي أنت ملكش قيمة أو أنت متقدرش تعمل حاجة صح أبدا، أو إن مفيش أي شخص تاني ممكن يحبك. من هو الشخص السام؟ الشخص السام هو الشخص اللي بيتلاعب بيك، مش بيهتم برفاهيتك، بيهتم بس بنفسه. ممكن تكون إساءة معاملته واضحة أو خفية. في الحالتين الأشخاص السامين بيحاولوا السيطرة عليك عن طريق شعورك بالذنب والغيرة، وبيشوفوا نفسهم ضحية وبيقدموا مجاملات غير مباشرة. مهما كان سلوكهم فالنتيجة النهائية بالنسبة لك هي الإرهاق. السؤال المهم إيه اللي بيخلي الناس سامين؟ الناس بتبقى سامة عادة بسبب آلام الماضي في حياتهم، بيميلوا إنهم يكونوا غير آمنين، فبيحتاجوا للتحكم في كل حاجة حواليهم بما فيهم أنت. كل ما كان الشخص أكتر أمانا كل ما قل احتياجه للتحكم في البيئة اللي حواليه. الأشخاص السامة بيحاولوا يخوفوك من فقدان علاقتك بيهم، وبيهددوك ويعاقبوك بالتجاهل لو ما قلتش أو ما عملتش اللي هم عايزينه. في النهاية التحرر من العلاقات السامة بيتطلب القوة والشجاعة، لكن دايما افتكر إنك تستحق علاقة صحية. ولما بتتخلص من العلاقات السامة هتبدأ تتفتح قدامك أبواب لبدايات جديدة وحياة أكتر سعادة وصحة. اطلب الدعم وادي الأولوية لنفسك بس، وبس كده. أشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي.